ها كيفاش بيبسي خسرات ملايين ديال الدولار حيت ما فهماتش كي كيخدم دماغنا. باش كناكلوا الفريز اول حاجه اللي كيبان لينا هو اللون الاحمر ديالو، ولكن واش غتتقبلها الا كانت زرقاء خضراء ولا كحله؟ باش كناكلوا شي حاجه التجربه ديال الماكله ماشي غير المذاق ديالو، كاين حتى الريحه، التكستور واللون. في دماغنا كاين تقريبا واحد 50% ديال المنطقه ديال الكورتكس اللي مكلفه بالوظيفه البصريه ضد 1 ولا 2% الوظيفه ديال المذاق. اول حاجه اللي كنديروا بطبيعه الحال باش كناكلوه هي كنشوفوا ماكلتنا، الا بات لنا الماكله شويه في شكل ما غاديش ناكلوها. الاهميه ديال هادشي بانت في واحد الدراسه ديال 1980 في Journal of Food Science. الباحثين داروا واحد التجربه فين دخلوا الناس في واحد القاعه بواحد الضوء اللي كان كيبين كلشي بالاحمر، ورا داكشي عطاو المشاركين عصير ديال الفواكه مختلفين وسولوهم شنو هو المذاق ديال العصير. اكتشفوا بان 70% ديال الناس كانوا كيجيبوا الجواب صحيح باش كانوا كيعطيو ليهم عصير ديال العنب، ولكن غير 20% ديالهم عرفوا الجواب باش كانوا كيعطيو ليهم عصير ديال الليمون. باش عاودوا التجربه في واحد القاعه عاديه بلا هاد الضوء الاحمر، اكتشفوا بان 100% ديال المشاركين كانوا كيجيبوا الجواب صحيح بالليمون وبالعنب. في تجربه اخرى الباحثين عطاو للناس واحد العصير ديال الحب الملوك، ولكن زادوا فيه واحد الكولورون اليمونتير ليموني، واكتشفوا بان الناس كانوا كيقولوا بان العصير عنده المذاق ديال الليموني. ولكن شنو هي العلاقه مع بيبسي؟ في التسعينات خرجوا واحد الكولا اللي سميتو كلير بيبسي، اللي هو نفس الكولا اللي كنعرفو كاملين، ولكن حيدوا ليه ديك الكولورون اليمونتير كراميل اللي كيعطيه ديك اللون كحل. باش خرجوا كلير بيبسي باغيين يبيعوه كواحد الالتيرناتيف صحيه ديال الكولا العادي، ولكن المشكل هي بين الناس ما حملوهش. الاغلبيه ديال الناس عندهم ارتباط كبير ما بين اللون كحل ديال الكولا والمذاق ديالو، وكاين حتى اللي قالوا بان المذاق ديال هاد كلير بيبسي جا ليهم كي بحال سبرايت. قولوا لنا في لي كومونتير اش بان لكم في هادشي. تهلاو.